لقيت بقى ماما كلمتني واخواتي وقالوا لي انتوا مش خلصتوا امتحانات؟ تعالي بقى لما نستغلك. بصراحه كنت هعيط، قلت لهم انا لسه مخلصه، يعني ما لحقتش اصلا، يعني ما لحقتش ارتاح. قالوا لي لا ازاي، انت لازم تعملي لنا بقى ايه الاكل النهارده. فقلت بقى امر الى الله يعني، وقمت مشتريه اللحمه وسلقتها زي ما انتم شايفين، نزلتها مع ورق اللورا والبصله والفلفل الاسود. وطبعا ما بحطش الملح في الاول عشان اللحمه تستوي. وحضرت بسرعه بقى كده ورق العنب لان هم فاجئوني بصراحه. فحطيت معلقتين من الزيت الكبار، عليهم بهارات السبع بهارات او بهارات المحشي، وحطيت عليهم حته توم مفروم حلوه. وحطيت عليهم صلصه الطماطم والخضره اللي هي كزبره وشبت. صلصه الطماطم دي عندي على القناه لو عاوزين تشوفوا طريقتها بالمناسبه. والرز المغسول وقلبتهم كويس وملحتهم الخلطة ملحتها طبعا. وبس كده ده شكلها. وطبعا ما تنسوش ان انتوا تحطوا كزبرة ناشفة برضو، يعني احنا بنحط كزبرة ناشفة وكزبرة خضراء على خلطة المحشي. بس كده ابتديت ان انا الف المحشي وبسرعة جدا لان انا كنت بصراحة يعني مستعجلة جدا. وحطيت الكوسة على الاطراف علشان خاطر تستوي، وبعد كده قطعت عليهم بقى طماطمايه. وخدت اللحمة بعد ما اديتها سلقة حلوة كده، خدت اللحمة بقى علشان خاطر ايه ننجز، ما انا برضو تعبانة فقلنا الانجاز حلو برضو. حطيت اللحمة على الوش زي ما انتوا شايفين كده، وعملت قطعت عليهم الطماطمية، وبعد كده خدت من الشوربة حطيت عليها مكعب مرقة دوبته فيها مع شوية الملح بقى لان احنا ما ملحناهاش. وشوية كزبرة ناشفة. ومعلقة من الصوص بتاع اللي احنا عملناها صلصة المحشي. وسقيت بيها وليمونتين كبار ما تنسوش عشان يديله المزازة الحلوة قوي بقى. بس كده. وبعدين بقى هسيبه يستوي. اول ما هيغلي هطفي سوري، اول ما هيغلي هوطي عليه ونسيبه بقى يستوي كده ويبقى طاجن كده حلو ومستوي ودايب في نفسه. وهوريكم دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي ولونه. الطماطمية اللي على الوش دي فرقة جدا، هوريها لكم دلوقتي هتعمل ايه. بصوا بقى الحلاوة، بصوا بقى اللحمة كده دايبة مع الطماطم عاملة ازاي. فظيعة. يعني بجد فظيعة يعني. شكله حلو وشكلي كده اصلا يعني. مش هستناهم وهاكل. فجربوه هيعجبكم قوي. و كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بقى الامتحانات خلصت اخيرا. و اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، وباي باي.